ازيكم يا احلى متابعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. كنت لسه خارجه من الحمام واخده الشاور بتاعي، وكنت لافه الروب عليا من غير هدوم تحت منه خالص، ولقيت الباب بيخبط. واول ما فتحت لقيته هو. مش هتصدقوا عمل معايا ايه. لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، كملوا معايا الحكايه لحد الاخر، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني انزل لكم قصص اكتر ممتعة وكمان جريئة. يلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا بتحكي وبتقول ايه. انا نرجس وعندي 35 سنة. انا متوسطة الجمال، لكن متجوزة بقالي 11 سنة. ومن اول ما اتجوزت وجوزي دايما بيقولي ان انا مش حلوة، وان هو كان عايز واحدة بيضة وطويلة وعريضة ويكون عينيها خضرة. لكن مش هكدب عليكم، كتر كلامه ده خلاني ان انا افقد السيطرة في نفسي او الثقة. كنت طول الوقت لما بمشي في مكان واقوله ليه مش بتتصل تطمن عليا، يقول اتصل واطمن ليه؟ انت عاملة زي القرش الممسوح، هتلفي تلفي وتلزقي فيا تاني. وبعدين مين اللي هيبصلك؟ لا انت بيضة ولا عينيكي خضرة، هيبصلك على ايه بقى ان شاء الله؟ ده انت لو بيتي برا مش هخاف عليكي. كان طول الوقت كلامه ده كان بيقولهولي على أساس الهزار، لكن أنا كنت باخد كلامه كله على أساس جد، وكان بيأثر جوايا جدا. وفي يوم من الأيام جوزي قالي أنا هفضل أسبوع في الشغل، لأن عندي ضغط شغل جامد قوي. هو شغال صنايعي وبيشتغل في محافظة تانية خالص غير المحافظة اللي احنا فيها. قلتله ماشي، مفيش مشاكل. وانا عشان خاطر ساكنة في شقة مساكن وداخلها غاز طبيعي، بيجي كل شهر محصل الغاز علشان خاطر ياخد قراية العداد وياخد الفلوس بتاعته كمان. كان بيجي واحد كل شهر أنا كنت عارفاه، كان راجل كبير في السن وكنت بعتبره قد أبويا. كان خلاص يعني يعتبر إن احنا عرفنا بعض من كتر ما من أول ما اتجوزت. كان بيجي كل شهر لدرجة إن أنا أوقات كتير كنت بدخله وبقعد وأعزم عليه كمان بشاي. كنت طول الوقت بحس إن أنا شايفاه فيه أبويا الله يرحمه، لأن فعلا هو كان شبهه كتير قوي. واللي مخليني بكون واثقة فيه كده إن هو من عندنا، من نفس البلد اللي احنا فيها، يعني عارفينه وهو كمان عارف. وكان عارف أبويا الله يرحمه. اللي بيخليني أدخله ويقعد معايا في البيت إن هو بيقعد يحكيلي عن ذكريات أبويا، لأن طبعا هو كان أكبر من أبويا كمان، لكن أبويا هو اللي توفى وهو صغير. وبعد فترة جيت أبص لقيت إن محدش بيجي للغاز خالص. ولما اتصلت على عمه ده، واحد رد عليا وقالي إن هو توفى. زعلت وحزنت عليه جدا، لكن مفيش باليد حيلة. كنت حاسة في اليوم ده إن أبويا مات تاني، وبكيت بكا محدش يصدقه ولا يتخيله. وكان لسه جوزي في الشغل بتاع الأسبوع اللي هو بيقول عليه. كنت حاسة إن أنا طول الوقت محتاجة جوزي، كنت حاسة إن أنا عايزة يكون جنبي مني، خاصة في الأسبوع ده. معرفش ايه اللي حصلي، ايه اللي جرى فيا. كان أول مرة جوزي يبعد بعيد عني كده، ولما حسيت إن أنا طول الوقت عايزاه ومحتاجاه يعمل معايا العلاقة بأي طريقة، وكان فاضل لسه على ما يجي جوزي يومين، إلا ولقيت الباب بيخبط. وفي أثناء تخبيط الباب كنت أنا في الحمام باخد شاور من كتر الحرارة اللي أنا كنت فيها. أخدت شاور بارد علشان خاطر يطفي النار اللي جوايا وأصبر نفسي لحد ما جوزي يجي، إلا ولقيت الباب بيخبط. والتخبيط كان جامد قوي. وقتها عيالي كانوا في المدرسة، مكانش حد موجود في البيت غيري. أنا فكرت جوزي وإن هو جاي وعامل له مفاجأة. من كتر اللي كان على الباب مصمم جدا إن اللي جوه يفتح، لبست الروب بتاعي على جسمي عريان وطلعت علشان خاطر أفتح وأشوف مين. أنا قلت اللي يصمم ده يا إما جوزي يا إما عياله جايين بدري، فاضطريت إن أنا أطلع من الحمام علشان خاطر أفتح. ولما فتحت الباب لقيته واحد بيقولي الغاز. عرفت وقتها إن هو المحصل الجديد، لكن طبعا هو كان شاب لسه فرع في عز شباب، كان شاب زي القمر.
أنا أول ما شفته حسيت إن أنا مرتبكة، وفي نفس الوقت كان باين على خدوده الكسوف. قلتله طيب ثواني بس هرجعلك تاني، ورديت الباب ودخلت علشان ألبس هدومي واطلع تاني علشان أدخله المطبخ وياخد قراية العداد. لكن أنا لما خرجت لقيته لسه واقف في مكانه، وقلتله اتفضل. دخل وقرأ العداد فعلا، ولقيته خرج وطلع تاني على الباب، ولقيته بيقولي المبلغ كذا. قلتله طيب معلش بس بعد يومين 3 كده يكون جوزي موجود، لأن هو مسافر بقاله أسبوع، وقدام منه يومين ويجي، وأنا هنا في البيت لوحدي. لقيته بيقولي طب أنا ممكن أدفعلك وخد الوصل اهو، ولما يجي جوزك عادي ابقى أعدي عليكي واخد الفلوس. رديت عليه وقلتله مش عايزة أتعبك معايا. قالي لأ، علشان لو ما دفعتيش دلوقتي هييجوا هيشيلوا العداد بتاعك. قلتله خلاص ماشي، يبقى جميلة وعملتها فيا. وأتاريه كان بيفتح لنفسه سكة، مش حكاية عداد ولا أي حاجة من دي. وتاني يوم لقيته بيخبط عليا وجاي وعامل حاجة، جاي بيخبط وعامل حاجة إنه بيطمن على المباحث وكده. قالي يلا انت عاملة كده ليه؟ ما أحلاكي انت كل حاجة فيكي حلوة. فأنا طبعا خفت منه، أكيد يعني خفت. قلتله ما ينفعش كده يا أستاذ، ما ينفعش، أنا لوحدي في البيت، والمانع أعز الطلب وأعز الحاجة. قلتله لا 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 ما ينفعش. ومن هنا بدأت القصة، ولقيته داخل عليا أوضة النوم وأنا ماشية قدامه، وقام جاي سايقني على السرير، وقام جاي فوقي ومسكني من ايديا ونزل بقى فيا زي ما انتم عارفين كده. هو كان أحلى يوم. قلتله لأ، ده انت تيجي بقى كل يوم، تجيلي انت كل ساعة تيجي وكل ثانية تجيلي، أنا مش هقدر أبعد عنك. وفعلا كان بيجيلي في الأسبوع مرة عشان محدش يلاحظ حاجة. كان بيجيلي وأنا كنت مستمتعة قوي، وكنت يعني في غاية السعادة من اللي بيحصل. وفضل الحال ده مستمر لحد ما جوزي يجي من السفر، وخلاص امتنعت عنه. كنا بنعمل أي حاجة، بس طبعا عوضني عن جوزي وغياب جوزي وكل حاجة بحبها